اهلا وسهلا اهلا بيكي بحضرتك. في باب رزق وفي تراثنا. اهلا بيك. ايه بقى الماركه اسمها ايه؟ اسمها شابي شيك. شابي شيك. مم. جميل. بتعملي ايه بقى؟ بعمل اساس منزلي، بعمل قطع انتيكات. برسم على الاساس. انتيكات. اه واساس قديم بترسمي عليه؟ لا. بتجدديه؟ بجدد اساس قديم، مم. بعمله رينوفيشن واجدده واخليه بالشكل العصري المتاح دلوقتي. جميل. وبرسم رسم على قطعه الاساس نفسها. حلو جدا. ده ايه بقى دي سفره. سفره انت مصمماها ومنفذاها ودهناها بايديا. انا بس مش يعني انت بتصممي مين اللي بينفذ لك؟ النجار بينفذ. معاكي الورشه بتاعتك تنفذ وبعدين بتدهنيها وانا بدهنها. والتنجيد اهو الجميل ده منجد برضو. ده هنا في القاهره ولا في دمياط ولا فين؟ انا بنفذ في القاهره، النجار بتاعي ورشته في دمياط. فعلا. حسيت ان هو ده شغل دمياط. ببقى عندي يعني مرتاحه ان انا بتعامل مع الخشب. هي بلد الخشب يعني. طبعا. لا حسيت ان هو شغل دمياط. وهنا برضو هنا برضو ده البوفيه بتاعها. جميل. وايه تاني بقى بتعمليه؟ دي الدفايه دي. دفايه. دفايه يعني شكل كده. هي ديكور، بس انا ممكن يعني بحاول ان انا بعمل حاجتين فيها على حسب طبعا العميل بيبقى عايز ايه. في بتبقى دفايات الكترونكس بتتحط فيها طبعا. باخد المقاس وبعملها مخصوصه. انت بقالك كام سنه بقى كده؟ 4 سنين في المجال ده. وقبل كده؟ قبل كده كنت موظفه. وبعدين قررتي في يوم وليله تنقلي الموضوع؟ عشان طبعا بقى في ولاد. وعايزه طبعا اولويه البيت والاسره بالنسبه لي كانت اهم، فكان لازم الشغل يبقى ليه علاقه يعني. وتعملي حاجه بتحبيها. انت بتشتغلي من البيت؟ كنت الاول ابتديت سنه كامله من البيت. تعملي الحاجات البسيطه بقى يعني الصغيرة. زي الحاجات اللي هناك دي. فينا شطرنج بتهيألي. اول ما في قطعه كبيره دخلت البيت الصراحه جوزي قال لي انا مستعده ادفع فلوس وتطلعي بره البيت. فاخدتي بقى ورشتك. بالظبط. هايل والله. بس تحيه والله له ان هو شجعك. هو لولا ما كنتش كملت الصراحه. طب الحمد لله ويشجعك دايما ودايما كده. عندنا قصص كتير الحقيقه. يعني دايما الزوج بيروح دافع. انا عشان طول عمري موظفه حضرتك، موضوع ان المشروع ده ريسك كبير، انا كنت يعني كشه منه يعني. بس الحمد لله عدت. الحمد لله يا رب. وليكي زبونك الحمد لله. تراثنا ليها فرق كبير معايا. واللي بيجي لك هنا في تراثنا بيبقى عارف مستنيكي ومستني شغلك وبتعملوه شغل مخصوص. هايل. ان شاء الله يجعلها عتبه رزق حلو. شكرا جدا. شكرا جزيلا. شكرا.